السلام عليكم واهلا وسهلا. كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير، وكنتمنى لكم تكونوا في افضل الاحوال. الموضوع ديال اليوم غيكون مهم بزاف، سيرتو الدراري الاو اف بي بي تي او بعض المعاهد الاخرى. الدراري هذا الموضوع ما تسجلوا فيه حتى شي ثانيه، بغيت كلشي يتبع هذا الفيديو هذا حيت هو مهم. اللي غادي نهضروا فيه اليوم على الموضوع ديال او جي ار، يعني اعاده تدوير الغازات العادم. فوالا. كيما ديما هذه هي الخطوط ديال المحرك. كيتكون من اي سي او، بيدال، لي كابتور. فوالا، هذه الجهه. الشق الاول اللي غنهضروا عليه اللي هو لادميسيون، اللي هو مهم في النظام ديالنا. وثاني شق اللي هو لي شابمون. قبل ما نكمل الموضوع ونبداو فيه، غادي نعرفوا على الاسباب ديالو، المكونات ديالو، كيفاش كيخدم، فوقاش تخترع، شنو هو الهدف ديالو، شنو هو المشاكل اللي كيوقع في الاو جي ار. يعني غادي تكون حلقه غنيه 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 بزاف ديال المعلومات غادي يكونوا فيها. لذلك ما تضيعوا حتى شي ثانيه في هذا الفيديو. فوالا، قبل ما نبداو، شي جيم، اشتراك في القناه، شي تعليق، لا عندك شي تساؤل ولا شي حاجه، وشي بارطاج. لما لا، دري صحابكم تعمل فائده بعضياتكم، تعرفوا كلشي. فوالا، نبداو. كما كنعرفوا الا يعني يلا غادي نعرفوا اللي هو النظام او جي ار. او جي ار شنو هو؟ الكلمه الاختصار ديالها بالانجليزيه اللي هي او جي ار. باللغه الانجليزيه يعني اكزوست غاز ريسبيريشن. ثاني تعريف ديالها باللغه الفرنسيه اللي هي ار جي او، يعني ريسبيراسيون دي غاز ايشابمون. فوالا، هادو بعض التعاريف اللي كيكونوا في الدياغنوستيك. الى عطانا في الدياغنوستيك ار جي او، راه بالمعنى ديالو راه ار جي او، عفوا او جي ار. ولا عطانا الار جي او، يعني في الدياغنوستيك راه يعني نفس المعنى. هادو عندهم نفس المعنى، غير هذه بالانجليزيه وهذه بالفرنسيه. فوالا، بالعربيه يعني التعريف ديالها كنقولوا اعاده تدوير الغازات ديال العدم. يعني اعاده يعني ديك المواد اللي كانت تحرقت في المحرك كتعاود. يعني الدور ديال او جي ار، يعني الوظيفه ديالو انه كيعاود ديك الاحتراق داخل المحرك. فوالا. كما قلنا، هذه هي الخطوط باش نفهموا اكثر وباش نوضحوا لكم اللي هو نظري. ومن بعد ان شاء الله غادي نوريكم التطبيقي. فوالا. اول حاجه غادي نبداو بها اللي هي لادميسيون ولي شابمون. لادميسيون الكانال ديالو شنو كيكون؟ قلنا كيكون الهواء. وهنا غادي نخدموا شويه الفيزياء باش نقربوا الوظيفه ديال او جي ار. الفيزياء شي يقول لنا؟ الهواء من كيتكون من عده غازات. الهواء يتكون من عده غازات. مثلا غنديروا اول غاز كيتكون منه اللي هو الازوت او النيتروجين، اللي هما نفس المعنى ديالهم، ان دو ازوت. ثاني غاز اللي هو اكسجين. النسبه ديال الازوت اللي هي 78%، والاكسجين 21%. وبعض الغازات الاخرى بحال الارغوز، بحال الهيليون، بحال ثاني اكسيد الكربون. يعني هذوك النسبات نسب ضئيله فيهم، نسب ضئيله فيهم كاع. بحال ثاني اكسيد الكربون 0.4 مثلا في المية. يعني نسبة اللي مهم هو هذا الجوج. فوالا، دابا فهمنا شنو هو مكون الهواء اللي كيدخل لنا المحرك. هنايا هذا كانال، مسار ديال لادميسيون. هنا كاين دخول الهواء للمحرك. هادو لي بيستون داخل المحرك. هنا غنديرو طلع الهواء، دخول الهواء بهاد الجزيئات. هنا نديرو فلتر، يعني الهواء كيتفلتر عاد كيدخل. قلنا مكون الهواء من الازوت والاكسجين
ملي كيدخل هذا الهواء المحرك كيخرج لي شابمون، خروج لي شابمون كيخرج واحد الغاز اللي هو NOx NOx. وهذا الغاز هذا اللي هو سام ومضر للانسان والبيئه، يعني بجوجهم. بعض المنظمات العالميه كيحاربوا هذه المساله ديال التلوث البيئي وكيعقدوا على الشركات باش يخترعوا شي اجهزه باش يحافظوا على البيئه وعلى الجهاز التنفسي ديال الانسان، الطبيعه وكذا. يعني بزاف ديال المسائل اللي داخله فيها بزاف ديال المنظمات. وهذا الاختراع هذا جا من الامريكان يعني تقريبا بين السبعينات، في السبعينات هكايا جانا هذا الاختراع هذا ديال الأوشيكار. دابا غنديروا واحد نديروا دابا واحد المسار ديال الاو جي ار كيفاش كيخدم. قلنا الانو اكس كيكون هنايا كيخرج لنا الغاز انو اكس باش تفهموا اكثر. هذا الاو جي ار بالنسبه لهذه هنا الكانال ديال او جي ار. هذا الكانال ديال او نديرو هنا او جي ار. غنديرو واحد كابي هنايا. فوالا قلنا لو جي ار الدور ديالو هو اعاده التدوير، بمعنى الغاز اللي كيتحترق في المحرك داخل المحرك كيجيب الدوره ديالو من هنايا. يعني كيجيب الدوره ديالو، هذاك الغاز اللي كيتحرق كيرجع من هنا عاوتاني كيجيب الدوره ديالو من هنايا وكيتفتح واحد ديك لابي وكيدخل في لادميسيون وكيتعاود يتحرق. فوالا حتى دابا مزيان. باش كتتم هذه العمليه هذه كنحتاجو واحد دوبسيون اللي غادي يتحكمونا في هذا النظام هذا. ها هو النظام هو كاين باش نحافظوا على داك باش نعرفوا انه راه كاين واحد الماده سامه راه خصو يتحرق وكذا. يعني خصنا واحد العوامل اللي كيخدموا هذا النظام هذا. اول نظام اللي في المحرك اللي هو الاي سي او اللي هو العقل ديال المحرك، اللي هو كما كنقولوا الحاسوب اللي كيتحكم في المحرك اللي هو الاي سي او، باعتباره عنده ارساليات ومعلومات كيصيفطهم للكابسول ديالو باش كيجيبوا ليه واحد المعلومات باش كيقدر هو يتحكم في هذا السيستم كامل اللي هو العقل او الحاسوب المحرك، هو هذا الاي سي او. هنا عندنا واحد الكابسول اللي هو سي تي ان كابسول التمبيراتور ديال الماء كيعبر بدرجه الحراره. وهنا عندنا بي ام اش كابسول ريجيم ديال فيلبروكن اللي كيعبر الدوره ديال المحرك. وعندنا طبعا الكابسول بيدال اكسيليراسيون يعني كما كنقولوا كسيراتور يعني الاكسيليراسيون حتى هو راه كابسول. فوالا نبداو دابا كيفاش كيعرف الحاسوب هاد لوبسون هادو لي كابسول ديالو باش كيوصلوا لنا واحد المعلومه ديالو باللي راه كاينه تلوث هنا. فوالا ملي كيفتح كيعطيه واحد الامر، كيجينا الامر من هنا لهنا اللوجيك. كيجي واحد الامر يتحكم بالاو جي ار. يعني كاينه واحد السينيال كيوصل ليه اللي هو ال سي او، سينيال ار سي او. كيجيه سينيال ار سي او باش كيفتح، حيت هذا ما كيتفتحش. فوقاش كيتفتح؟ فوق وقت اللي كيكون ديك الماده اللي مازال ما تحرقات. فوالا كيتفتح على حسب النسب. كيعطيه النسبه مثلا كنقولوا 20% 30% 40% 50% على حسب لي كلابي. مثلا هنايا نقولوا مثلا عطاه واحد الميساج انه يفتح في 20% 30% 40% على حسب الانبعاثات اللي تحرقوا. وفوقاش
فاش كيتم هاد العمليه دي حتى داك الغاز حتى كيوصل لواحد الدرجه ديال الحراره. يعني الا كان بارد، الا كان هذاك الهواء بارد ما عطيناش ديك النوكس، ما عطيناش هاد الانو اكس، ما عطيناش، خصو يكون سخون. فهمتوني؟ يعني حتى كيتحول هاد الماده كما قلنا النيتروجين الاكسجين، حتى كيوصل واحد الحراره مع اختلاط ديال هاد الحراره، حتى كيوصل لواحد الدرجه ديال الحراره، عاد كينقص داك الانبعاثات. فوالا كيجيلو السينيال كما قلنا، كيجيلو واحد السينيال اللي هو الار سي او، سينيال ار سي او، طونسيون ديالو كيجي ار سي او. تبعوا معايا، الموضوع جد مهم، تبعوا معايا. قلنا هنا السي تي ان كيعطيه واحد السينيال، كيوصل له واحد السينيال باللي راه في حالة مثلا نقولوا موتور بارد، كيوصل ليه واحد السينيال كيقول له مثلا راه الموتور بارد. يعني باش يفتح ولا ما يفتحش، كيعطيه واحد المعلومه باللي راه انا بارد ولا مثلا انا راه سخون. يعني هذا الكابتور هذا كيوصل ليه المعلومه. العكس ديال هنا كيجي عاوتاني بي ام اش اللي هو الكابتور دوريجين ديال المحرك، اللي كيجي في الكابتور اللي كيجي على الفولان موتور، اللي هو السينيال ديالو بحال هكا، السينيال ديالو هكا كيمشي بحال هكا، والسينيال ديال السي تي ان كيمشي هكا، بيدا اكسيليراسيون السينيال ديالو كيمشي هكا، والسينيال ديال او جي ار كابتور او جي ار كيجي بحال هكا. يعني تفتح ولا تسد، تفتح ولا تسد، هذا هو السينيال اللي كيوصل له. وبعض الانواع نشرح لكم بعض الانواع، حيت كاينه الالكتروفانا اللي كتمشي بديبرسيون، وكاينه الالكتروفانا اللي كتمشي الكتريك اللي هي دابا كنشرح لكم فيها. فوالا قلنا هاد البي ام اش كيوصل المعلومه ديال المحرك شحال كيدور بارميلو، شحال كيدور. يعني كيعرف المحرك هذا كيوصل واحد المعلومه راه الموتور شحال كيدور، واش يعطيه داك الصمام انه يفتح لو جي ار ولا ما يفتحهاش. فوالا هذا كيوصل واحد المعلومه، حتى هو كيوصل معلومه، يعني واحد السينيال كيوصلوا الاي سي او، كيوصل المعلومه. هنا بيدال اللي هو السينيال ديالو هكا كيوصل المعلومه ديالو، واش كيقول له انا مثلا راني في 20، راه بيدال باركه في 20%، 30%، 50%، كيوصل ليه المعلومه باللي راه انا مثلا انا في 20%، والدوره ديال الموتور كدور واحد 250 بار مينوت، بالحراره انا في درجه الحراره مثلا واحد 60 ولا 70 ولا 80. يعني واش نفتح ولا ما نفتحش. هنا فاش كيجي الكوموند، هنا كيجي الكوموند باش يفتح الاو جي ار. تقدر تفتح 50%، ملي كتفتح هو داير بحال الكلابيه، كتجي في الوسط بحال الكلابيه هكايا. تقدر تفتح مثلا 50%. هنا كيدوزو الانبعاثات وكتم اعاده التدوير، وهادشي كامل باش نحافظوا على التلوث البيئي والجهاز التنفسي ديال الانسان. منهم بزاف ديال الاختراعات اللي جاو منهم كاتاليزور، جا منهم الفاب، جا منهم ادبلو، وجا منهم داك الفاب اللي كيكون بحال اللي دايره سيتروين بيجو، مع سيتروين بيجو دايره واحد البرودوي اديتيف. يعني كاينه بزاف ديال الاختراعات اللي قاموا بهم باش ينقصوا من التلوث. وحتى ديك المنظمات ما يبقاوش يعني شادين فيهم، حقا راه خصكم راه هادشي اللي كديروا راه ما صالحش، وخصكم تقادوا المحركات ديالكم. يعني باش يعني بعض الدول كتحافظ على هاد المعايير هادو، وبعض الدول كتدير هاد المعايير هادو باش كتقلل الانبعاثات. فوالا هذا هو الاو جي ار، كيفاش الشيما ديالو كيفاش كتخدم، كيفاش الكابسول كيفاش كيعطي المعلومه للاي سي او، كيفاش البي ام اش اللي هو الكابسول ريجين كيفاش كيعطي المعلومه ديالو، ايضا كيعطي المعلومه ديالو للحاسوب. كيفاش الكابسول بيدال اكسيليراسيون كيعطي حتى هو المعلومه ديالو. كاينه
كاين النوع ديالو الثاني اللي هو كاين هذا الالكتريك، وكاين النوع ديالو اللي هو الالكتروفان. الالكتروفان كيخدم بالديبريسيون. راه كاينه بعض سيارات الفولكسفاغن دايرين هاد الخدمه هادي، كاع الشركات كاع اللي تابعين الفولكسفاغن عندهم هاد السيستيم ديال الالكتروفان اللي هو كيخدموا بالديبريسيون، يعني كيخدموا بالهواء. يعني هما الضوء كيوصل لهم واحد السينيال بالضوء، الالكتروفان كتوصل لها واحد السينيال بالضوء. الالكتروفان دايره بحال هكا مثلا، الالكتروفان مخرجه تيوات من الديبريسيون كيجيوها من بوم افيد اللي كتفعل السيربو ديال الفران، اللي كتفعل السيربو كيجيوها تيوات، كيجيو واحد التيوات هنايا صغيورين كيمشيو للاو جي ار. والسينيال طبعا كيجي من او سي او اللي هو العقل ديال الحاسوب، كيوصل واحد المعلومه اللي هي ار سي او، معلومه طونسيون ديالو اللي كتوصل ار سي او، باش كيفتح واحد الكلابي هنايا باش كيجبد ديك الديبريسيون. يعني الديبريسيون راه جايه كما قلت لكم، جايه من بوم افيد اللي كيتفاعل السيرفو. الالكتروفانا كتفتح واحد الكلابي ديال، يعني العمليه كتتم بالهواء، يعني الديبريسيون ماشي الكتريك ديريكس. الكتريك ديريكت لا، كتخدم بالديبريسيون، يعني فيها الكتريك وفيها الهواء. كنفتحوا واحد الكلابي بالهواء، ماشي كنفتحوا كلابي بالالكتريك كما شرحت لكم هنايا في الاول، اللي هو نظام حديث وهادشي ساهل، يعني ماشي شي حاجه اللي معقده هنايا بكثر. فوالا كان شي مشكل ولا شي حاجه كطلع تشيك انجن، حيت علاش؟ حيت هي كتعمر بالديكالامين. هنا الديكالامينات كيولي سيستيم ديال الكانال ديال لادميسيون مع لي شابمون كيكون عامر بديك الكالامين اللي كيخنق المحرك، ما كيخليش في المحرك في الرالونتي ديالو. بحال مثلا كيوقعوا مشاكل، بحال مثلا التيربو كيبقى كيتزمت، التيربو كيقدر يتقاس التيربو، مكيبقاش يدفع داك الهواء الكافي للمحرك، كيتزير الديروتات حيت الكلامين مخنوق هنايا. كيتجمع واحد الكلامين، راه كيكونوا بعض جزيئات هنا كيتجمعوا ديال داك الكلامين ديال الانو اكس اللي هو خطير، كيتجمع هنايا ما بين كاع مثلا كنقولوا النيطوياج ديالو كاع 40,000 كيلومتر ولا 60,000 كاع كيلومتر. خص الانسان يدير واحد دوريه في لوتروتيان ديال التنقيه ديال الاو جي ار والكاتاليزور، ويعني بزاف ديال لوبسيون اللي كيخنقوا المحرك. وهما بدورهم كيشعلوا داك الشيك انجين، ديك الصفرة شيك انجين ديال المحرك، شيك انجين كتشعل شيك انجين. فوالا هذا هو الشيما الخطاطه ديال او جي ار، اللي هو نظام اعاده تدوير الغازات العادم. كنتمنى لكم تكونوا استفدتوا، وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا لكم على لا فيديو. شكرا بزاف. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا، وسيرتو الدراري ديال او اف بي تي، حيت بكوني انا الدري ديال متخرج من او اف بي تي. شكرا لكم بزاف، كنتمنى لكم تعملوا الفائده. شكرا بزاف، مع السلامه.